مولود في ولاية سليانة. هو سياسي تونسي ناطق باسم حزب العمال التونسي ولا يتسمى اليوم. سي حمل همامي للي ما يعرفش راهو بدا النشاط السياسي نتاعو من عام 1970 في الحركة الطلابية. اعتقل أول مرة عام 1972 على إثر مشاركته في أحداث ما يعرف بالسبت الأسود، ونشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس. وقتها كيف معناها من أسباب الاعتقال كان زاد نشاطه ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس. ومن بعد انضم عام 73 بمنظمة افاق العامل التونسي اللي هي حركة ماركسية لينية محظورة بيان وقتها، وبسبب انتمائه للمنظمة هذه تحكم عليه بعامين. بعد عامين تحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، قضى منها 6 سنوات وتعرض فيها كما يعرفوا برشا ناس لتعذيب وحشي، ومن بعد تم إرساله علاج في فرنسا على حساب الدولة. وكانت هذه هي الحالة الوحيدة اللي اعترف بها بورقيبة ضمنيا بوجود التعذيب في السجون التونسية. ومن بعد عام 1986 ساهم سي حمل همامي في تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي، وعين ناطقا باسمه هو. في عهد بن علي كيف قعد سي حمل همامي ينشط في المعارضة التونسية. أدار عام 1990 جريدة البديل اللي منعت بعد عام من صدورها. اعتقل سي حمل همامي وقع معناها محاكمته برشا مرات، اخرها عام 2002، وقضى في المجموع اكثر من 10 سنين في السجن واكثر من 10 سنوات كيف في الحياة السرية. تعرض للتعذيب اكثر من مرة. وساهم عام 2005 في تأسيس هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات اللي تضم يساريين اسلاميين ليبراليين قوميين وحقوقيين. وبعد انطلاق الثورة التونسية اعتقل حمل همامي واقتيد إلى دهاليز وزارة الداخلية بالعربية هكا كريم. شكرا. قبل هروب بن علي بشوية مات، وذلك على اثر الفيديو بيان سور اللي نتفكروه واللي تنشر على شبكة الانترنت واللي وجه فيه سي حمل همامي انتقاد حاد لبن علي وحكومته، ودعا الشعب التونسي لمواصلة الثورة واسقاط النظام. وهذاك هو اللي حصل دايوغ بعد شوية مات، يعني يوم 14 جانفي. وبعد الثورة أصبح حمل همامي من الوجوه البارزة، معناه مش راه قبل ما كانش من الوجوه البارزة، لكن كيف معناه قعد من الوجوه البارزة بعد الثورة واللي حظت بشعبية على الساحة السياسية. عارض حمل همامي حكومة الغنوشي الأولى والثانية اللي كانت تضم وجوه من النظام السابق، وبعديك حسب رأيه هو، وبعديك عارض كيف حكومة الباجي قايد السبسي، وما دخلش الحزب نتاعو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وكان من أول الدعاة لمجلس تأسيسي يقطع تماما مع النظام القديم. وبعد اعتصام القصبة 2 كان أول كيف من دعا لتأجيل الانتخابات. رغم هذا الكل معناها أكد معناها رغم المواقف اللي تعرض لها ورغم التعذيب وكل سي حمل همامي قال اللي هو ما يحبش حتى تعويض كريم. دونك يظل نجم نأكدوا اليوم اللي سي حمل همامي خذا حتى تعويض مادي على اللي عملوا الكل.